اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض اسبونج في حله مقاس 20، اسبونج شوكولاته في حله مقاس 20. هنعملها النهارده معاكم باربع بيضات بس وكوبايه وربع من الدقيق. تعالوا نشوف عملنا ومقادير الاسبونج ايه في الحله ده. دي صينيه من صواني الكيك مقاس 20. تعالوا نشوف ايه المقادير ايه، يلا بينا. بس استنوا، لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بقى ندخل نشوف طريقه الاسبونج ايه. بجد الاسبونج اليوم ده كان طالع حلو قوي. كان طالع الاسبونج 10 سنتي، يعني باربع بيضات بس تطلعي قطر اسبونج 10 سنتي. انا عملت الكيكه ديت وقسمتها على اربع طبقات، كانت ممكن تتقسم على خمسه كمان. والاسبونج طالع طري، الحقيقه اللي قطعتش الجناب بتاعته ولا اي حاجه، طري من الجناب وحلوه قوي. هنقول على التسويه المظبوط وهنقول كل حاجه جوه الفيديو. يلا نشوف هنعمل ايه. اهو زي ما انتم شايفين قدامكم كده اربع بيضات وفانيليا اهو، واحده كده من الفانيليا، وهنضرب كده البيض مع الفانيليا كده نديله تقليبه. وبعد كده انزل بنص كوبايه من السكر. مقادير بسيطه جدا وسهله، وممكن يكون كيك اقتصادي جدا، مفيش فيه مقادير كتير. انت لو حسبتيه كده ما يجيبلكيش 20 جنيه. فهو اصلا كل الكيك على بعضه ما بتحطش فيه اي حاجه. الناس اللي بتستصعب الكيك الاسبونج، هو مفيش اسهل منه. كيك الاسبونج مش اكتر من اكتر حاجه صعبه فيه الضرب اللي بتضربيه فيه، او مثلا ايه الوقت اللي بتهدريه في الضرب ده. لكن هو مقاديره مش مكلفه، مفيش اي حاجه. اهو اربع بيضات ونص كوبايه من السكر، معلقه كبيره من محسن الجيل، معلقه واحده بس. محسن الجيل لا كتره حلو ولا ايه قلته حلو، اهم حاجه تكون المقادير بتاعتك مظبوطه بالظبط. فدي معلقه من محسن الجيل زي ما انتم شايفين كده. اول ما احط محسن الجيل هيبدا كده البيض يغير اللون، يبيض اكتر ما انت كمان ما هو ابيض، ويفتح ويمسك. شوفوا اهو زي ما انتم شايفين كده. والخليط كده يبدأ يتضاعف كده، محسن الجل بيضاعف الخليط. هننزل بنص كوباية من المية. نص كوباية من المية دي بتساعد محسن الجل انه يكمل الشغل بتاعه ويرفع الخليط ويخلي الخليط معاكي حلو، يعني يخلي محسن الجل بتاعك يشتغل والخليط بتاعك يتضاعف بقى وايه. وبرده الخليط ده مش هتحط عليه دقيق غير انه يكون تقل ايه، كريم شانتيه تقيل جدا ما ينزلش من على المضرب. وهي دي الحاجات المهمة اللي لازم تراعيها وانت بتعملي ايه، كيك سبونج او كيكة اسفنجية يعني. تمام، تفضلي تضربي كده. الحقيقة هو بياخد ضرب شوية، يعني حوالي ربع ساعة او اكتر، على حسب بقى المضرب بتاعك وقوته معاكي ايه عاملة ازاي. ولو انت عندك عجان هيساعدك كتير. هنحط كده كوباية وربع من الدقيق، وهنحط كده ايه معلقتين من الكاكاو. بس انا ما خليتش المعلقتين كبار قوي، يعني معلقتين بس ممسوحين كده، علشان ايه كنتش عايزة الكيكة بتاعتي تغمق قوي يعني. ونص النص معلقه دي نص معلقه من البيكنج باودر. البيكنج باودر برضو لو زياده في الكيك ما بيبقاش كويس، ولو ناقص ما بيبقاش كويس. نص معلقه مقدار كويس جدا لكوبايه وربع دقيق. نص معلقه من البيكنج باودر، ما تكتريش البيكنج باودر. هيشتغل مع المحسن وهيغمق لك الكيك، هيخلي لك اصلا ريحه الكيكه مش كويسه مش حلوه، ومش هيديك ارتفاع في الكيك اكتر من انه يعمل عامل عكسي. فاحنا ما نكترش هي الكيك الاسفنجي ما بياخدش بيكنج باودر كتير. المقدار ده كوبايه وربع من الدقيق بياخد بس نص معلقه من البيكنج باودر. تمام. هنا كده هنخل الدقيق متكتل جامد جدا، لان احنا في السقعه مهما تعملي في الدقيق والكاكاو الايام دي متكتل جامد قوي، فمستحيل تحطيه على اي حد لما لازم تنخليه يعني. تمام، خلصت كده المواد الجافه معايا، هقلبهم كده واتاكد ان كله ايه مختلط مع بعضه. وهجيب بقى على اهدى سرعه من المضرب، وهنحط رشرشي بقى كده، رشرشي كده عشان الفوم اللي احنا عملناه ما يهبطش تاني. وتحافظي بقى ايه على كميه الايه العجين بتاعك ده او الخليط بتاعك ده ما ينزلش تاني. فرشرشي معلقه بمعلقه، واول ما تدوب وفي قلب الخليط بتاعك ترجعي تحطي معلقه تانية. اول ما تدوب ترجعي تحطي معلقه تانية بالشكل ده لغايه ما تخلصي ايه الكميه الدقيق اللي معاكي او كميه الخليط بقى اللي معاكي. تمام. فهو هنخلص بقى كله. واهم خطوة اهم خطوة اللي انا بشدد عليها كل مرة، ان الخليط المضرب بتاعك مش بيجيب الخليط كله من فوق لتحته. طب انتوا قلتلي طب احنا ليه عملنا بمضرب؟ على فكرة ممكن تعملي الخطوة دي بايدك، خطوة الدقيق، بس على فكرة بتكون صعبة جدا لان كمية الخليط كبيرة وانتي بقى دراعك هيوجعك.
او ايدك هتوجعك. فانت قلبيه الاول بالمضرب زي ما انت شايفه كده، وبعد كده جيبي الاسباتيولا بقى وقلبي كمان تقليبه كده، هاتي من تحت ومن فوق، وخلي كل الخليط بتاعك ميته واحده. ميته واحده يعني ايه؟ يعني الجنوب بتاعته زي تحت زي فوق. الحتت اللي المضرب ما قدرش يجي فيها، انت هاتيها انت بقى بالاسباتيولا كده، ولمي كله، لمي الجنوب وتحت وفوق، وايه، وقلبي الخليط بتاعك كويس قوي. الخطوه دي مهمه جدا عشان لو في اي دقيق المضرب ما جابوش او اي جوانب مضرب ما جيبهاش، الكيكه بتاعتك كلها تبقى حلوه واحده. لان لو دخلت الفرن على كده هتطلع ايه، في حتت فيها دقيق، لا في حتت فيها بيض وما جاش فيها دقيق حلو، مش عارفه ايه، فهتطلع مش حلوه معاكي او تتكتم معاكي. فانت اهم خطوه دي ان انت تقلبي كويس قوي وتظبطي الدنيا. انا اول ما اجي احط الدقيق اولع الفرن يسخن، لان برضو يعني بفضل اضرب كده لغايه معلقه بمعلقه، بفضل اضرب فيها شويه، خلاص بيكون عدى ربع ساعه يكون الفرن بتاعي سخن وهو تمام. الكيك الاسبونج بحطه على الشبكه على 3 درجه على الشبكه، بتولعي تحت بس بتولعي بدرجه حراره الفرن العاديه، يعني مش بتقللي درجه الحراره. احنا مش بنعمل كيكه عاديه. كيكه البرتقال ممكن اقولك قللي ايه درجه الحراره، لكن الكيكه دي لا. شوفوا انا يومها ما كانش عندي ورق زبده وما كانش عندي اي حاجه، فحطيت ورقه كراسه عادي اهو، قطعتها بالشكل ده، عملتها مثلث وقطعت بايه بقلب المقص، وبعد كده حطيتها. انا مش بحط هنا مادام الصينيه ارتفاعها عالي، انا مش بحط ورق زبده على الحواف ولا اي حاجه، بتطلع سهله ولا اي حاجه. انا هطلعها معاكم اصلا، هطلعها معاكم واوريكم ان هي بتطلع سهله خالص وما يكونش فيها اي حاجه. هحط بقى كده الخليط كله، هظبط كده الخليط بتاعي واظبط وشه عشان مفيش حاجه تطلع عاليه وحاجه تطلع واطيه، هو عالي شويه صغيرين بس تمام يعني، مش قوي يعني عادي. هظبط كده واسوي كده وشه على قد ما انت قادره وعلى قد ما انت شايفه، وتمام بقى دخليه الفرن. بيقعد في الفرن حوالي 35 دقيقة من 40 دقيقة على حسب كل فرن غير التاني. بس بعرف ايه، بعد 30 دقيقة بتفتحي عليه وتابعيه. يعني بعد 30 احسبي كده بالموبايل بتاعك 30 دقيقة وابدأي افتحي عليه. هتقولي من كده هفتح عليه ولو لسه ما استوش، ما يجراش اي حاجة، ما دام وصل ل 30 دقيقة فتحت عليه كم مرة ما يجراش اي حاجة في الكيك ولا اي حاجة. لكن قبل ال 30 دقيقة ما تجيش ناحية الفرن خالص، وتعمليه بدرجة حرارة الفرن العادية. انت فرن بتاعك عارفة انه عالي جدا، يبقى قلليها للدرجة المتوسطة. تمام، زي ما انتم شايفين كده طلع بالشكل ده. هسيبه بقى يهدى. بغطي الاسبونج. ليه بنغطي الاسبونج؟ وشه بيطرى والجوانب بتطرى وكل حاجه بتطرى. بجيب فوق الفوطه دي اللي انا كنت مغطيه بيها على فكره، بجيب فوطه كده واغطي الاسبونج بيها، ده بيكون حلو جدا بقى، وشه بيطرى وكل حاجه بتطرى. قلبت الاسبونج معاك كده بك بالسكينه بس كده على الجوانب كده وبقلبه، ولا الاسبونج بيتهربد مني على الجوانب ولا السكينه جت في اي حته فيه، اهو زي ما انتم شايفين كده. وهوريهولكم برضه، وشوفوا على قد ما تقدري بقى، بقول لكم هو قد ايه طري وقد ايه جميل. ما شاء الله الاسبونج ده كان حلو قوي، الجنوب بتاعته طريه، ما اضطرتش ان اقطعها او اي حاجه خالص. بالذات الاسبونج ده انت لو ما بتسيبيه يهدى في قلب الصينيه وتغطي وشه وتسيبيه بيعرق بقى، والجنوب بتاعته بتتساب والكيكه بتطرى بتبقى حلوه قوي. فالكيكه ديت انت ما بتعمليها من بالليل وبتسيبيها للصبح بتزيد حلاوه الحقيقه، يعني بتبقى جميله جدا، ولا تفرولش معاكي ولا اي حاجه خالص. يعني الناس اللي بتقول الكيكه بتفرول معايا، خلاص بيتيها، معقول مش معقول هتفرول معاكي خالص. وما تطلعهاش من الصينيه بتاعتها، ما تستعجليش عليها وتطلعها من الصينيه بتاعتها، لا ما تطلعهاش خالص وبيتيها، هتلاقيها مطريه معاكي من فوق ومن تحت. ما تضطريش انك ايه تهدري من الكيك كتير او انك تقطعي الجنوب بتاعته او اي حاجه، هتلاقي او يبقى سهل معاكي. يلا اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.